السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هبدأ مع حضراتكم من البداية خالص ازاي الأم تبقى تكشف على ابنها من وقت الولادة. يعني ازاي تعرف ان ابنها الحمد لله بخير، ما فيهوش اي حاجة او اي مشكلة تخليه فيما بعد تكشف عليه عند دكتور مخ واعصاب، او تكشف عليه او يبقى عنده مشكلة في التخاطب. هقول للأم دلوقتي مجموعة خطوات لازم مجرد ما ابنك يتولد انت نفسك تكتشفيها بنفسك من التعامل معاه. اولا اشوف ابني بيبصلي كويس ولا لا، لانه لو مش بيبصلي كويس و يعني ما بيبصش للاشارات اللي انا بعملها، فده يدل ان ممكن يكون عنده مشكله. يبقى اول حاجه يكون الناظر بينظر للام كويس. طيب الرضاعه، يا ترى بيرضع من الام كويس عند مص اللبن بيقدر يبلع كويس ولا عنده مشكله؟ لان بعض الاطفال بيكون عندهم في مشكله في الحلق بتاع الطفل، تيجي الام تبص تلاقي ان حلق الطفل نفسه فيه مشكله او مفتوح، او عنده مشكله في البلع، او عنده مشكله في اللسان. كل دي حاجات لازم الام تاخد من بالها من ابنها بمجرد ما يتولد، ومجرد ما يبدا عنده شهر او 2 تبدا تتعامل معاه، تكشف على لسانه، تشوف لسانه حجمه كبير حجمه صغير، بتقدر ترفعه له لفوق ولا لا، لان لازم يكون اللسان فيه هنا كده جزء ماسك في الفم. في بعض الاحيان بيبقى الجزء ده نفسه لازق في اللسان، لازق في الفك من تحت، وده بيخليه لما يكبر يبقى مش قادر يتكلم. يبقى تكشف على اللسان، تكشف على البلع، تكشف على هو بيبص لها ويتواصل معاها، تعمل له كده يبص له، تعمل له كده يبص لها، لان الحاجات دي مهمه جدا بتخلي الام تشوف ان ابنها ان شاء الله هيكون بصحه جيده. في بعض الاحيان طب الطفل كبر شويه، نقدر نشوف حركته داخل البيت، نبدا نخليه تتكلم معاه من مجرد بيقولوا عليها فتره ان هو تبدا تلغيه زي ما بيقولوا كده، تبدا تكلمه، تبدا تعرفه على الاشياء. الام ليها دور مهم جدا في انها تخلي ابنها يتكلم بدري، ويبدا يعرف ان هو تعرفه على الاشياء اللي في البيت. تقول له هات الموبايل يجيبه، تقول له تعالى افتح الثلاجه يفتحها. دي بتسمى اللغه الاستقباليه. فبعض الاحيان الام بتفضل سايبه ابنها مجرد ما يبقى عنده سنه او سنه ونص، تخليه قدام الكرتون وده غلط، تخليه ماسك الموبايل وده غلط، وتخليه ما يعرفش اي حاجه في البيت، فيبقى لا عنده لا لغه استقباليه ولا لغه تعبيريه. يعني ايه لغه استقباليه؟ ما هوش فاهم اي حاجه، مش عارف ان ده مكتب، مش عارف ان ده كرسي، مش عارف ان دي الثلاجه، مش عارف ان ده الريموت. ليه؟ بسبب ان هي مش بتتعامل معاه. فالام هي طبيبه ابنها، من يوم ما بتولده تبدا هي تخلي بالها منه وتشوف تتعامل معاه ازاي، تشوفه لما بتشاور له بيبص لها ولا لا، تشوفه بيسمعها ولا لا. دي اهم حاجه، لان في بعض الاحيان الطفل بيبقى نازل عنده ميه خلف الاذن تخليه ما بيسمعش كويس، والطفل اللي ما بيسمعش كويس ما ينطقش كويس، ولو نطق ينطق حروف مشوهه. فبالتالي الام لازم تشوف ابنها بيشوفها كويس، بيلمعها، بيسمعها كويس. طيب لو لقيته ان عنده مشكله في ان هو مش بيسمعها كويس، تروح تكشف عليه عند دكتور اذن. طب لقيته ان هو ما بيبصلهاش كويس، تروح تكشف عليه عند دكتور مخ واعصاب وتشوف المشكله ايه. لان في بعض الاحيان بيبقى في حاجه، طبعا بعد الشر على اولادنا، نوع من التوحد البسيط بيجي للاطفال وهم لسه مولودين، بيبقى تواصلهم ضعيف، وبالتالي لازم اعرض ابني على دكتور. يبقى هقول تاني، الام تراجع ايه او تتعامل مع طفلها على ايه؟ تبص على اللسان، تبص على الحلق ممكن يكون مشقوق، بتبص على طريقه بلعه، بتبص على تواصله بالعين، بتبص على بيسمعها ولا لا. كل دي حاجات الام لازم تاخد بالها منه. تاني حاجه تلغيه وتكلمه من وهو عنده 6 شهور، وتعرفه كل حاجه، تقول له دي اسمها كذا ودي اسمها كذا ودي اسمها كذا، وبعد كده
تبطل تقول له اسمها وتخليه هو اللي يروح يعمل الحاجة دي. كده بتخلي ان هي بتنمي الادراك والتذكر عند الطفل. فالام ليها دور كبير جدا في انها تخلي ابنها زي ما بيقولوا كده واعي وعنده ادراك وفاهم الكلام اللي بيتقال له، وبالتالي تلاقي ان الطفل بدأ ينطق بدري. اما لو الطفل اتاخر في الكلام فدي يبقى ساعتها عنده مشكله، وده هنكمله في الفيديو القادم ان شاء الله. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.